ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف بالبرطمان ده هنعمل ايه. اول حاجة هشيل الورقة اللي عليه دي ونضفتها بعد كده كويس. وبعد كده كان عندي بواقي فوم كده قصاقيص من الوان مختلفة. بدأت اخد جزء من القصاقيص وقبلها رسمت القلب بالشكل ده وهبدأ اقصه. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. واللي مش عنده فوم ممكن نعمله بورق ملون عادي. بعد كده القلب ده هثبت عليه التيب وهخلي زيادة عن القلب من كل الاتجاهات حوالي نص سنتي بس، زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اقص وهحط في الجزء اللي فوق برضو بحيث ان يكون القلب من كل الاتجاهات زيادة نص سنتي كده. تمام. هبدأ بقى اقص شكل القلب بالظبط، بس زي ما قلت لكم هسيب ازيد نص سنتي من كل الاتجاهات بالشكل ده كده. تمام. ده بقى هبدأ اثبته كده على البرطمان، وطبعا هيلزق بسبب النص سنتي اللي انا سايباه من السولوتيب بزيادة. وبقية الالوان الفوم اللي عندي ايا كان الالوان ايه هبدأ اقص منها شرايط كده. وبعد كده هبدأ اقصقص الشرايط دي على شكل قطع صغيرة خالص، مش شرط شكل منتظم، يعني ان انا مش محتاجة الشكل في اي حاجة. اي الوان عندي بقى ممكن استخدمها عادي بالشكل ده. هبدأ اكمل بنفس الطريقة كمية الالوان كلها اللي عندي. ولو عندي فوم جليتر ماشي، لو عندي الوان اوراق اللي هي العادية الاي 4، اي قصاقيس ورق هتمشي معايا كده. تمام. هبدأ اقصهم بقى قطع صغيرة خالص على قد ما اقدر اقص بالشكل ده لحد ما اعمل كمية كده كبيرة معايا. الفكرة كلها النهاردة معتمدة على القصاقيس دي. القناة عليها افكار كتيرة جدا، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير عشان اصحابنا يشوفوا نفس الافكار دي. بعد كده انا خلاص قصقصت الورق عندي. هبدأ بعد كده اثبته على مسدس على البرطمان الازاز اللي عندي بمسدس شمع بالشكل ده لحد ما اغطي البرطمان بالكامل. شكله في النهاية هيبقى تحفة، فتابعوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا الشكل في النهاية هيبقى عامل ازاي. شكله مبهج جدا وفكرته بسيطة خالص كده. تمام. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اغطي البرطمان بالكامل بالقصايص دي كده. تمام. هبدأ بقى اشيل القلب. طبعا هيتشال معايا بمنتهى السهولة لان انا يدوب لازقاه بالسولوتيب، فتشال معايا بمنتهى السهولة بالشكل ده كده. تمام. انا حبيت بقى ان انا احط الخيط المكرمية الابيض ده على مكان الغطا بتاع البرطمان. ثبته كده بمسدس الشمع بالطريقة دي. طبعا بستنى رأيكم في الكومنتات، ولو محتاجين اي فيديو مش موجود عندي اكتبولي في الكومنتات وانا هبدأ اعمل لكم الافكار اللي انتم محتاجينها. ولو عندكم اي حاجة محتاجين اعادة تدوير ليها عشان ما ترموهاش ابعتولي صورتها في الكومنتات، وانا برضو هعمل فيديو مخصوص للحاجات اللي انتوا هتبعتوها واعمل بيها فيديو بإذن الله كده. تمام. هبدأ بقى اخر خطوة ان انا اعمل فيونكة بنفس الخيط ده
الفيونكة سهلة خالص، انا عملتها قبل كده في كذا شورت، هتلاقوها على القناة، وهو بعملها قدامكم تاني برضو دلوقتي. هي مجرد تنايات للخيط مش اكتر. هبدأ اثبتها على البرطمان بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده هقص الجزء اللي انا مش محتاجاه خلاص، وهحط هنا لولي اللي هو النص واحدة، بحيث برضو يدي شكل جمالي في النهاية بالشكل ده. انا استخدمته كمنظم للفرش بتاعتي، انتوا عارفين قد ايه انا بحب المنظمات. وكمان فازة، وممكن من غير اي حاجة نحط فيه يدوب شمعة الكترونية زي ما هتشوفوا دلوقتي انا هعمل، ويبقى عندي احلى اباجورة، شكله تحفة وجديد ولذيذ جدا، وفي الضلمة طلع شكله احلى كمان. بصوا ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل والاشتراك في القناة طبعا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.